كامبريدج ولا اوكسفورد ولا ايدكسل؟ لو ابنك داخل الاي جي السنه دي فاكيد السؤال ده عامل اكبر ازمه في البيت دلوقتي. خلينا نتفق في الاول، مفيش حاجه اسمها بورد سهل وبورد صعب، في حاجه اسمها ايه البورد اللي بيمشي مع قدرات ابني. تعالوا نفك الشفره بتاعتهم في الانجليش. رقم واحد كامبريدج، ده بورد كلاسيكي بيحب الطالب اللي متاسس صح في الرايتنج، بيركز جدا على الاستراكشر وتكوين الجمل والفوكابلري قويه. لو ابنك من النوع اللي بيمشي على القواعد وبيحب خطوات واضحه في حل الاسئله، كامبريدج هو مكانه. رقم اتنين بقى اوكسفورد، ده بقى البورد بتاع الكريتيكال ثينكينج، ما بيحبش القوالب الجاهزه والتمبلتس المحفوظه، بيركز على فهم طالب للريدنج تكست وان هو يقدر يقرا ما بين السطور. فلو ابنك مستوى اللغه عنده كويس وبيقدر يحلل الكلام، اوكسفورد هيكون مناسب ليه. نيجي بقى لرقم ثلاثة ايدكسل، وده نقدر نعتبره البورد المباشر، اسئلته واضحه ما فيهاش لف كتير، بيركز على مهارات الاستيعاب العاديه. الخلاصه، اختار البورد اللي يلمع نقاط القوه عند ابنك، مش البورد اللي كل الناس رايحه له. اعمل سيف للفيديو ده عشان هتحتاجه، وعشان اسهل عليكم الاختيار اكتر سيب كلمه مقارنه في الكومنت، هبعت لك فايل PDF فيه كل الملخص بتاع اللي احنا قلناه، وكمان هبعت لك لينك الجروب بتاع التليجرام اللي هنتابع عليه طول السنه.